صباح الخير، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا زينين. طبعا اليوم راح نبدي جولتنا الثانية من سفرتنا السليمانية. أول ما قعدنا من النوم بدلنا هدومنا ورحنا للمطعم اللي في صف الفندق. طبعا هذا المطعم اسمه ضمن الفندق، فيقدم فطور صباحي مجاني. كان يقدم معكرونة وبتيتا وبيض مسلوق وفواكه وأبو جبن. بعد ما أكلنا قررنا نروح سوق المولوي. طبعا السوق قريب على الفندق فرحنا مشي، وصح كان اكو شمس بس الجو كان حلو، كان اكو هواء عالي فما حسينا بالحرارة الصراحة. طبعا مشينا كان طريق كلش حلو، البيوت كلها بيها اشجار وحدايق، فكان منظره حلو ومريح للنفس. طبعا يذكرني بايام ما جيت اروح للمدرسة، كنت دايما افوت من الشارع اللي بيها هواية اشجار، خصوصا وقت ما يصير خريف او ربيع ويطلع ريحة الورود كلش حلو يصير. طبعا هنا قربنا نوصل للسوق المولوي، صاير قدامنا. هنا هم كان اكو اشجار فواكه، وبصفنا كانت اكو حديقة عادية همين وبيها العاب مجال. هناك قدامنا يصير السوق المولوي، فعبرنا الشارع وانا عندي فوبيا من عبور الشارع، لحد هسه عمري 29 وخاف اعبر شارع وحدي. هنا شفت المكتبة. طبعا انا من اشوف كتب حرفيا ما اكون بوعي، احب الكتب كلش. هنا عندهم كتب عربية وانجليزية وكردية، يعني مو بس كردية، هاي الشي الحلو همين. فدخلت جوا حتى اختار عدة كتب، ياسين من انا شاف كتاب مخصوص بالانجليزي حب ياخذها. الولد طالع على امه. طبعا انا اختاريت السيرك الليلي، هاي صديقتي رشحت لي هذا الكتاب، واختاريت كتاب هاري بوتر بالانجليزي. صراحة أنا أختار أحيانا كتب بالإنجليزية مجرد حتى أقوي لغتي، فكنت أختار كتاب أحب نفس الوقت أقوي لغتي بيها. واختاريت الكتاب الإيكيجاي هم بالإنجليزي، بس صراحة حبيت من أني أتعلم مصطلحات جديدة فاختاريته. طبعا هاي المكتبة كان بها هواية شغلات حلوة، هواية كتب وأقلام دفاتر، وأنا من النوع اللي عندي هوس بهالشغلات، أحب هالشغلات كلش. لو ما عندي هواية بالبيت كان اشتريت هواية شغلات هنا. أحب أسوي جورنال، فأحب أجمع هجي الشغلات، دفاتر أو ألوان، شغلات هجي غريبة عجيبة. بعدين مرة ما كملنا بدينا جولتنا الثانية بالسوق، افترينا طبعا محلات مع حلويات وكرزات وهالشغلات، كانت كلش يعني حلوات الشهي مالتهم. صراحة حبيت أخذ فواكه مجففة، بس هسه كنا بعد قريب ما نرجع البيت نشتري هالشغلات من السوق. هنا دخلنا هذا السوق، من درجة نزلنا هنا يبيعون مثلا فواكه خضروات أو حتى لحوم. طبعا لاحظت إنه الخضروات وهالشغلات كانت غالية، غير عن المرة السابقة من إجينا كانت شوية أرخص، بس شفت أغلى من اليمة صايرة، ما أعرف شنو السبب. طبعا مو كلها كانت، بعضها غالية وبعضها كانت سعرها مناسب جدا. أنا أشوف إنه أحسن فصل تجي بيه هو يكون الجو بارد، عندهم هواية فواكه ثانية وخضروات ثانية طالعة. أكثر شي أحبه لنا الفطر، لكن مرة من إجينا وقت كانت باردة اشترينا فطر، يعني كان كلش نوعيته زينة الفطر. هنا دخلنا جوا كانوا بس يبيعون مواعين وأغراض منزلية، طبعا أغراضهم منها حلوة. أنا عن نفسي أفضل الأشياء الزجاجية أو الستيل، أحب هاي النوعيتين بس أستخدم. هنا كانت ثلاث أنواع الزبيب، أصفر وقهوائي وأحمر. طبعا أنا أعرف الأصفر والقهوائي، بس الأحمر صراحة أول مرة أشوفه. هنا كانت هنا يحطون كنتاكي متبل وهاي شغلات كلها متبلة وجاهزة، هاي شي كلش حلو. بعد هاي قررنا نروح للمول. طبعا هنا أكو محل يبيع مستحضرات بسعر مناسب، قررنا نروح هنا نشتري من عندهم.
بعدها قررنا نروح نشرب عصير. طبعا أنا طلبت عصير ليمون وأناناس، كان طعمه كلش طيب، اللي يحب الشغلات الحامضة يطلبها. نكهة الأناناس ضافت للعصير من الليمون نكهة كلش حلوة صراحة. بعدين رحنا مطعم قريب على الفندق اسمه مطعم حيران. طبعا الخدمة كانت حلوة كلش. أول شي جابونا المقبلات، كان عبارة عن شوربة عدس ومقبلات مثل التبولة وحمص بطحينة وجاجيك. هنا طلبنا دولمة باللحم وكوز الشام، أنطيها 10/10. كانت التتبيلة مالتها كلش طيبة. هنا اجا الكوزي باللحم. طبعا تقييم الأكل كان 10/10، سواء الكوزي أو الدولمة كان كلش طيبة. أنا صراحة ما سويت الريزو، يعني ابني سوالي أكتر نفسية من الريزو، هكذا ما ياكل ريزو فما ذقته، بس عجبني الكوزي وعجبني الدولمة صراحة. وبعد ما أكلنا وإحنا ارتاحنا بالفندق، قررنا المغرب نروح على بارك آزادي. طبعا بارك آزادي صاير قريب من الفندق، يعني قدام الفندق، فنزلنا إحنا ماشي هناك. طبعا حديقة كبيرة، فقررنا نروح بس على الألعاب مال الجهال. هنا شفت مكان يلعبون بيسكيت. طبعا أنا من جد صغيرة كنت هواية ألعبها. السكيت هاي حساب التايرات، قررت إنه أروح ألعب هنا. طبعا صار تقريبا 10 سنوات من لعبت هاي اللعبة. طبعا الساعة واحدة عندي بس حذاء الساعة كاملة ب3,000 فقط، شي حلو يعني صراحة. وهنا اكتشفت إنه فقدت مواهبي الفنية. طبعا كنت قوة أتوازن، فاستغربت الصراحة. أنا قبل كنت أمشي بيه زين، بس صار فترة تركته، ما كان عندي أي توازن. حفاظ على نفسي من الأحراج قررت إنه أمشي في صف الحائط حتى لا أوقع. وأنا ياسين ظل يبكي، الله بالله تجين تصعدني وياي سحليكانة، الله بالله تجين تصعدني وياي سحليكانة. فاهم، أخذت لي فرد تنبيهة وطلعت لحد لعبت لي بالسحليكانة. وهنا بعد ما كملنا جولتنا ببارك آزادي، يجينا نروح الشارع سالم ناخذ لفة، بعدين نتوجه للفندق. هنا رجعنا للفندق. أنا جبت وياي مقبلات حتى واحد يمسمس بيها بالليل. أتمنى عجبكم الفيديو، إن شاء الله أشوفكم بالفيديو الثالث من سفرتنا السليمانية. أحبكم، مع السلامة.